يعني واحدة خالص. مع السلامة. ¿Quieres? ¿Eh? No, no, no. Bueno, hoy tú estás aquí de bochea.
Hier, ist jemand von euch vom Sternzeichen Löwe? Ja, Lager.取り目いい。Vuoi vedere te? اي حاجه ذهبي ده توت.
Ve lo faccio vedere. Allora questo proprio, posizione proprio... كيلو من الذهب. مش عايزين نتابع الوضع لايف في كل مكان. اهلا وسهلا بيكم في لايف جزيرة عبد. So. You're going to see here, like I said, it's not one piece. We're going to use a glue. امسك الموبايل أنا زي ما انتم شايفين الكل هتلاقوه منبهر باللي شايفه في كل مكان وبيحاول يصوره ويحتفظ بالذكرى ديت. la máscara. اتفضل.
أكبر وأهم متحف في العالم فتح أبوابه أخيراً. اللي رسموا الإضاءة هنا فنانين. الرحلة بتاعت الدرج العظيم واللي بتنتهي في المكان دوت على مشهد رؤية الأهرامات زي ما انتم شايفين كده. قطع أثرية عمرها آلاف السنين وتقنيات عرض حديثة بتحطك جوه التاريخ نفسه. وانتم موجودين في المتحف هتشوفوا الجزء الهولوجرامي اللي احنا موجودين فيه دوت واللي بيعتبر رائع جدا. النهارده احنا ولأول مرة داخل المتحف المصري الكبير في أول دقايق بعد افتتاحه بشكل رسمي للجمهور. ليهم حق طبعا ان هم يشكوا ان الحضارة ديت مش بشرية. طبعا اللي قدامنا ده مش مخزن جبنة رومي، خلينا نعرف هنا في ايه. علشان تتفرج على مركب او سفينه بالحجم ده، خلينا نقول بالنسبه للزمن بتاعها هي سفينه يعني، تم تصميم المسار اللي احنا فيه دوت. احنا بنتكلم عن مبنى عمره تقريبا 20 سنه لكن جواه قطع اثريه عمرها 7000 سنه، ده غير قطع ثانيه لسه ما تمش الاعلان عنها او ما تمش الاعلان عن عمرها، يا ترى هيوصل لكام. البدايه هنا بعد ما بنعدي البوابه بتاعه الامن، وهو ان احنا بنشتري التذكره من شباك التذاكر اللي موجود ورانا ده، واللي سعرها 200 جنيه لو انت مصري، اما طبعا الاجنبي 1450 جنيه. زي ما انتم شايفين اقبال رهيب في اول يوم افتتاح المتحف هنا، يمكن 99% من الموجودين اجانب، لسه مش شايف مصريين كتير الا طبعا اللي شغالين في الارشاد او مع الافواج اللي موجوده هنا. المكان اللي احنا واقفين فوقيه دلوقتي حالا ده المكان اللي كان فيه الافتتاح اللي حضروا طبعا كل المدعوين من كل مكان في العالم، والرئيس السيسي طبعا وغيرهم من الضيوف اللي كانوا موجودين في اليوم دوت. فده المكان اللي كانت معموله فيه الحفله هنا بتاعت الافتتاح بتاعت المتحف. ورانا هنا بوابه الدخول بتاعت المتحف واللي التصميم بتاعها اكتر من رائع يعني زي ما انتم شايفين. البوابه اللي من كتر ما هي رائعه ما فيش حد من الزوار ما بيتصورش معاها قبل ما يدخل جوه ويكمل الجوله بتاعته داخل المتحف. خلونا نبدا ندخل جوه ونكمل جولتنا باقي اليوم ونشوف هنشوف ايه جوه. قدامنا زي ما انتم شايفين كده الخريطه بتاعه المكان لكن بشكل مجسم، اللي متقسمه بالارقام يعني اللي بتشرح الكلام ده، سواء المتحف او البهوه العظيمه او مركز المؤتمرات وغيرها طبعا من الاماكن اللي موجوده هنا. من اول ما بتدخل من البهو العظيم اللي احنا موجودين فيه دوت بتقابل تمثال رمسيس الثاني، الملك العظيم اللي حكم مصر لاكثر من 60 سنه، فتره الحكم اللي كانت كلها ازدهار، واللي باينه طبعا على التمثال اللي ورانا دوت اللي طوله 11 متر واللي المكان بتاعه عبقري جدا. مفيش حد طبعا هيدخل المتحف هنا غير لما لازم يقف هنا الاول علشان يتصور مع الصوره المشهوره. هنا كمان زي ما انتم شايفين في الخرائط اللي بيكون في كل مكان اللي على الشاشات اللي تقدر تستخدمها اللي قدامك دي. احنا هنا بنتكلم عن مستوى تاني خالص من الفخامه، الارتفاع الضخم والتصميمات والاضاءه، كل تفصيله هنا بتديك شعور انك في مكان مش عادي. ورانا طبعا تمثال رمسيس الثاني واللي كان لازم يتم نقله قبل انشاء المتحف، عشان كده في 2006 تمت عمليه من اشهر عمليات نقل لتمثال ضخم زي اللي ورانا دوت لما اتنقل لرمسيس لهنا، لان طبعا تمثال بالحجم الضخم اللي طوله 11 متر اللي ورانا ده ما كانش ينفع ان يتم دخوله بعد اكتمال الانشاءات، عشان كده ساعتها تمت عمليه النقل الاشهر في التاريخ اللي العالم كله طبعا وقتها اتفرج عليها، وبعد كده التمثال جه هنا واكتملت بعد كده المباني بتاعه المتحف حواليه زي ما انتم شايفين. داخل المتحف هنا هنلاقي المتجر الرسمي اللي ورايا ده اللي بيقدر اي سايح او زائر هنا للمتحف ان يشتري منه اي سوفونير ياخدها معاه. المواد المصنوعه منها التحف او الهدايا اللي جوه قيمه جدا جدا، ما تخيلتش ان هي بمستوى الجوده والفينش ده، حاجه فعلا تليق بمصر وتليق بالمتحف المصري الجديد.